بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، نهوت بيقول لي استخدام نموذج مساحة المستطيل لحل مسائل القسم. تعالوا يا ولادي كده نشوفوا مسائل القسمة. هنا أوجد خارج القسم، ده اسمه المقسوم وده اسمه المقسوم عليه. طيب 1296 على 3. طيب بالنسبة لمساحة المستطيل أنا بنيجي راسم المستطيل بتاعنا كده ونكتب العدد اللي هو المقسوم 1296 على كام؟ على 3. طيب ديت الايه المجموعة الأولى. طيب ناخد واحد على 3 أصغر منه ما تنفعش، ناخد العددين 12 على 3 فيها الكام؟ فيها الأربع. طيب تاني كام عدد؟ تاني عددين يبقى مكانهم كام صفر؟ ادي الصفرين. طب تعالوا نضرب، نحط الصفرين والتلاتة في 4 ب12. نرجع نطرح. طيب يتني هنا 6 و9 والصفار اللي هي على الشمال ديت ملهاش لازم. طب هنيجي حاطط العدد كام؟ 96. ونرجع نقسم العدد 9 على العدد 3. طيب 9 على 3 فيها الكام؟ فيها التلاتة. طيب التلاتة في 3 بتسأل، لا طب ما هو تاني عدد اهو. طيب بدل تاني عدد نحط ايه؟ نحط صفر. يبقى نضرب بقى 30 في 3. ال30 في 3 ب90. ونرجع نطرح يا ولادي. يبقى 6 ننقص صفر هي الستة، و9 ننقص 9 صفر على الشمال ملوش لازم. نيجي على المجموعة التالتة. تاني كام؟ الباقي 6. طيب 6 على 3 فيها الكام؟ فيها الاتنين. الاتنين في 3 ب6 ونطرح الباقي صفر. يبقى خارج القسمة 432. يبقى عندنا هنا خارج القسمة 432. طيب بالنسبة للمسألة ديت اللي هي بتاعت المستطيل سهلة جدا يا ولادي في عملية القسم، ولكن هناك في الملخص جابها لك بشكل يعني تصعب، ان هي بتبقى صعبة على الطالب. لكن انا شرحتها لك بشكل مختصر خالص، وان شاء الله في فيديو تاني هتلاقي مسائل اللي هي القسم على رقمين وسهلة جدا، وهنزلها لك حالا بمشيئة الله تعالى. اما بالنسبة للمسألة ديت مسألة بسيطة خالص، وان شاء الله الشرح بتاعها يبقى بسيط خالص. بتكسب ده المقسوم ده المقسوم عليه، وخارج القسم عندنا 432، الباقي صفر، مفيش باقي خالص. يبقى الباقي بتاعنا بيساوي صفر. دمتم طيبين، أسعدكم الله. السلام عليكم.